من كام اسبوع كده تقريبا سمعت في الاخبار ان في مجموعه من المساجين في دوله فنزويلا حاولوا ان هم يهربوا، وبالفعل حطوا خطه جهنميه ما تخرش الميه، انهم يحفروا 400 متر في السجن من تحت يخرجهم بره السجن. وفعلا سنه كامله من المجهود والشقه والتخطيط والعرق والتعب، المهم حفروا فعلا ووصلوا لان هم خلاص نفق الحريه انتهى وهيخرجوا. فاذا بخروجهم اكتشفوا ان هم طلعوا في مركز الشرطه اللي جنب السجن، فجابوهم ورجعوهم السجن تاني. ولو هتقول لي ايه دخل القصه دي في حلقاتنا وفيديوهاتنا، يعني ده نوع غير النوع خالص، اقول لك لان باختصار انا كان بقالي كام يوم بعيد عن الاستوديو، فجيت لقيت التراب والبتاع، فنضفت وروقت ومسكت الليد الاصفر اللي ورا ده بقى اخرم على قد واعديه والفه في المكتبه. حاولت بقدر الامكان اروق الدنيا، خلصت ظبطت اضاءتك زي الفل وبتاع، وجيت اصور لقيت نفسي عامل كده. والله المشكله ان انا ما كنتش حاسس بحاجه، فاهم؟ هي اشتغلت دلوقتي، انا قعدت احط تلج وكمادات. المهم ان انا جيت اصور لقيت عيني، بص اكيد باين الورم فيها، لا بس هو خف شويه عن المنظر اللي انا شفته. انا حرفيا بشغل الكاميرا ويلا هقف بقى واصور ايه نهار ازرق. ما تنساش تدعي لاخواتك بالنصر، تدعي لابويا بالرحمه. وعزيزي الصديق اهلا بيك. دلوقتي عايز اقول مبروك لمحمد جابر ابو انس، وصلت له الجايزه. وفي ملحوظه يا جماعه، انستجرام احيانا بيستعبط، يعني لما بتبعت لي رساله تقول لي انا اللي كسبت في المسابقه وعايز الجايزه، ما اعرفش ليه بيحطك في حاجه اسمها الطلبات المخفيه، اللي انا مش بعرف اشوفك. فلو بعت لي على الانستجرام ان انت كسبت وانا ما ردتش عليك، ابقى اكتب لي في التعليقات هنا او على اي حته تقدر توصل لي بيها، قول لي انا بعت لك على الانستجرام عشان اقدر اخش انا ادور في الطلبات المخفيه دي. الحاجه التانية، النهارده مش هيبقى فيه سؤال، النهارده انت تكتب كومنت، يعني عجبك لقطه في الفيديو اكتب اي حاجه عايز تكتبها، وان شاء الله انا هبقى الفيديو الجاي اجيب اللي هي العجله بتاع الدواير دي او بتاع مش عارف يا المهم ان في عجله كده هي اللي نفرها وهي تختار كومنت عشوائي، فالموضوع ما فيهوش اجابه اهو. انت اكتب التعليق اللي يعجبك وان شاء الله تطلع انت الكسبان، يعني انت وحظك. تعال بقى نشوف معنا ايه النهارده. تدخلي تعزي في قاعة الرجالة ليه؟ احنا ما عندناش اولا قاعات في الجيزة، هي الجيزة بتبقى في الشارع كده، الستات بيبقوا جوه البيت والرجالة قاعدين قدام باب البيت. ايوه قدام باب البيت. طب اما انا ابقى الجيم مثلا واحد توفى، كل عيلته انا بمرنها في الجيم، كل عيلته اللي هي الرجالة، مثلا عمامه وولاد عمامه وولاد خالاته، ما هو جيم في منطقة، فطبيعي المنطقة كلها بتروح. حلو، انا دلوقتي عديت ولقيت دول قاعدين او واقفين في الشارع كده، وده عزا واخونا مات. هل من المنطقي ان انا هبص لهم كده من فوق لتحت واخش على البيت عند عزا الستات اسلم عليهم؟ لا طبعا ده مش منطقي، دي قله ادب. يعني انا اعدي على ناس عندها ميت فاعمل لهم كده؟ لا، المنطقي ان انا كبنت او واحده ست او حد محترم بعدي باصص في طريقي وادخل على عزا الحريم. انا كبنت. كلنا بنمر بده، بيموت لينا زمايل، بتوفى لنا اصدقاء، واحنا مش قاعدين منفردين في المجتمع. بتروحي قاعه بقى والجو ده؟ لا، ما بننجيش ناحيه قاعه الرجال عشان دي قاعه. عشان دي قاعه. هي القاعه ليها حرمتها، يعني الرجاله في القاعه بيبقوا خالعين بقى وفاهم واخدين حريتهم وهم في قاعه، انما احنا عندنا بيبقوا في الشارع مستور. يعني ايه عشان دي قاعه؟ والموضوع عميق. عشان دي قاعه، ما دول رجاله ودول رجاله، انت ست واللي هتخش رجال. بيت في الشارع والبيت في اقاليم، ندخل كده على الستات. حلو كده، عشان انت ما تعرفيش الرجاله اللي واقفين ليه؟ يعني بقول لك زمايلنا، نص زمايلنا واقفين. يعني انت وانت داخله كده، لو عايزه تقنعيني ان في راجل واقف كده قدام البيت واقف بياخد العزا، وانت داخله كده من باب البيت ولا بتصيروا فوق تحت وتمشي؟ لا، هسلم عليه واعزيه واعدي. هو واحد لقيته على باب البيت، لكن ما بروحش ادخل العزا بتاع الرجاله ولا هم مش في قاعه. هم لو سطروا نفسهم بقاعه انا ما كنتش دخلت. ما بقعدش معاهم، بقول لك بعزي دول وبعزي دول. الاثنين، بخش الاثنين، بخش اسلم على دول واعزيهم، وبخش اسلم على دول واعزيهم، ولا بقعد مع دول ولا مع دول. للعلم انا ماليش قاعده مع حد، انا اصلا لا تبع دول ولا تبع دول. انا جاي اشجع اسمنت السويس ياما، ما مش دي المشكله. المشكله ان انت كبنت مالكيش دخول عزا الرجاله بس. لا، بخش دول وبخش ايه دي. انا ماليش قاعده مع حد، يعني انا اخش اقضي غرضي. اصل العزا ده مش مكان الناس بتروح كمان تقعد فيه، العزا ده الناس بتروح تعزي وتقول البقاء لله وتمشي. ياسمين، احنا مش مستنيينك تعلمينا اداب العزا، كلنا عارفينها، لكن احنا مشكلتنا ليه بتخش العزا. وموضوع انك بتمرنيهم في الجيم، تم عادي. انا لما زميلتي في الشغل والدها توفى مثلا، رحت عزيت الرجاله، وقفت في عزا الرجاله وبعدين مشيت. ولما هي جت بعدها باسبوع الشغل قلت لها البقاء لله وبتاع. طبعا احنا جينا بس ما كانش ينفع ندخل عند الحريم وبتاع. مش معنى ان هي زميلتي اخش انا هبط في الحريم بس. السلام عليكم، هي فين زميلتي عشان ابوها مات؟ لا، مش منطق على الطلاق.
انا مش رايحه اقعد ولا اتضايف، انا رايحه اقضي واجب. لو انا واحده طبيعيه وبلبس زيكم كده مش هبرق اخش عزا رجالي ولا اسلم عليه. زيكم مين؟ يعني انا لو بلبس لبس حريمي دريس وما اعرفش ايه والكلام ده، ما ينفعش ادخل عزا اسلم كده على واحد انت زينا بدريس بس لبسي مش زيكم. يعني هي مشكلتك في اللبس؟ يعني انا دلوقتي لو رايح اعزي اخد معايا شنطه فيها فستان حريمي، اعزي الرجاله واجي طالع ضرب الفستان واخش اعزي الحريم، الناس ما يقولوش عليها عبيط، الناس هتقول عليها تلاقيه متابع ياسمين. طلعت تقولي اصل تعمل مايكرو بليندنج وتنفخ وتنقدي ايه؟ طب ما نموس اهو. انا مش بنقد، انا بتكلم على اللي بينتقدوني يبصوا لنفسهم الاول. ما تبصي لنفسك انت كمان. لا انا بص لنفسي، انا ما بطلعش انتقد حد. حبيبتي هما طبيعتهم كستات وبنات يبحثوا عن الافضل، عن الجمال. بس ربنا قال لا تغيير في خلق الله. اعوذ بالله، اعوذ بالله. يعني انت بالنسبه لك البنات اللي بتحط ميك اب ومكياج وبتاع والماركو بلبل اللي مايكرو بليندنج ده بقى بالنسبه لك ان اللي بيعمل كده لا تغيير في خلق الله، وانت باللي انت عامله ده انت انا ما غيرتش حاجه في خلق الله خالص. ازاي ياسمين ما غيرتش حاجه في خلق يا ماما؟ خلق الله ان الراجل بيبقى فلات كده والست انت اكيد فهماني. انت بقى رحت قعدت تلعبي حديد وبتاع فخليتي فلات زي الرجال. يعني انت ما غيرتش حاجه في خلق الله خالص. ده كل العضلات ربنا مش خلقني بيها. لا ربنا ما خلقكيش لا انت سامعك تقيل، ربنا ما خلقكيش بالعضلات دي يا ياسمين. انت ياما اللي رحتي الجيم وقعدتي تلعبي رياضه لما غيرتي في الخلقه دي، ومع ذلك انا ماليش دعوه. لكن ان انت تبقى عايزه تطلعي تقولي ان انت كده الصح، وان انا اروح اعزي رجاله، وان انا اروح اخش المبوله بتاع الرجاله ما ادخلش الحمام الحريمي، ده بقى غلط. انا بتكلم على اللي انت بتقولي انا في الاثنين. انا ادخل صلاه حريمي ادخل صلاه رجالي بالظبط بمزاجي. لا ممنوع. لا انا بمزاجي كده، مين يقدر يمنعني؟ ربنا يقدر يمنعك يا ياسمين. ربنا قال ان ما ينفعش الاختلاط، انت كبنت تخليك عند البنات، هو كولد يخليه عند الولاد. ولبست خاتم زي ده ولبستي اليونيسكس خالص مش عشان اللبس. مليون ست تقدر تعمل اللي انا عاملاه ده وما تقدرش تقعد في وسط رجاله. قعده الرجاله دي محتاجه شخصيه مش محتاجه جسم زي ما انت بنقعد مع رجاله. انا بس بفهمك الرجاله واعظم رجاله وستات قوي زي ما انت شايفانا، ومفيش حاجه تنتقصنا. لا ستوب عشان المذيعه كده بدات تتغلب، بدات تروح مع ياسمين في الحته اللي هي عايزاها. ناخد الموضوع تحدي، انا بنت وانت بنت بس انا احسن منك مش مشكلتنا انت بتقعدي مع رجاله جامده وبتاع. لا انت كان المفروض دورك دلوقتي تصطادي الغلط، وياسمين غلطت وانا كنت مستنيها تغلط اصلا. هي دلوقتي بتقول لك ايه؟ في مليون بنت يعرفوا يلبسوا زي كده بس ما يقدروش يخشوا عزا الرجاله وبتاع. ايه عامله كده؟ ما يقدروش يدخلوا عزا الرجاله والكلام ده. الموضوع محتاج شخصيه. طب ما انت يا ياسمين في الاول قلت ان الفكره في اللبس، انت لو بتلبسي زيهم مش هتقدري تدخلي. يعني انا لو بلبس لبس حريمي دريس وما اعرفش ايه والكلام ده مش هبرق اخش عزا رجالي ولا اسلم عليه. مليون ست تقدر تعمل اللي انا عاملاه ده وما تقدرش تقعد في وسط رجاله. لو بلبس لبس حريمي مش هبرق اخش عزا رجالي ولا اسلم عليه. فهل الموضوع بالنسبه لك لبس ولا الموضوع بالنسبه لك شخصيه ولا انت عندك ازمه نفسيه؟ يعني انا والله حاسس ان انت يعني عندك مشكله ما محدش فاهمها. بس انا لو دخلت جيم حريمي يعيبني ان انا في جيم حريمي؟ انا انثى عادي. لو دخلت الجيم الرجالي بشكل ده هل حد هيبص لي؟ لا، هيعتبروني شبههم مش هيبصوا ناحيتي اصلا. يبقى انا كسبانه في الاثنين، انا مش خسرانه حاجه. هنا سأسكت قليلا. نصر بقى فاهم كسبت هي خلاص كده مش خسرانه حاجه، هقعد مع الحريم عادي، هقعد مع الرجاله عادي. يا ياسمين يا بنتي انت مشتته ذهنيا وفكريا ونفسيا والله بجد. انت شويه تقول ان الموضوع شخصيه وشويه تقول انك لو قعدتي مع الرجاله بمنظر جسمك ده محدش هيبص لك فانت كسبتي. لا، ما احنا شفنا كتير ياما ان في طفله عندها 3-4 شهور وفي حيوان بشري وبتاع، بتحصل المصايب زي دي كتير. فهو الموضوع مش بالجسم ومش باللبس ومش بالشخصيه، الموضوع بالادب وبالاخلاق وبربنا اللي قال لنا اعملوا كذا وما تعملوش كذا. مفيش حد كده. انا كده، ما انا من عجائب الدنيا. ليه؟ ما هو انت لازم تقتنعي ان انا كائن. تقتنع انك هي مش مقتنعه انك كائن؟ ولا انت اصلا اللي مش فاهمه يعني ايه كائن؟ ما هو اصلا كلنا كائنات يا فاهمه في العلوم خدناها زمان في 3 ابتدائي. انت كائن حي وانا كائن حي والزرع كائن حي والاضاءه دي كائن بس تقريبا مش حي. يا سلام، سلم على مخك البلالان. ما هو انت لازم تقتنعي ان انا كائن عشان هي دي الحقيقه. انا مش شبه البشر. هو اللي انت مش فاهماه ان الانسان كائن. انت ليه مدركه ان مثلا الكائن ده شيء والانسان ياما الانسان كائن حي يعيش ويتعايش. دكاتره نفسيين كتير قالوا كل اللي عندك حب للحديد بس زياده عن اللزوم قوي، بس ملوش علاقه بشخصيتي. انا لما رحت للدكتور اشتكيتي له من ايه؟ ما اشتكيتش من حاجه، هم اهلي كانوا بيشتكوا من موضوع شعري اللي انا من وانا عندي 2 سنين بقصه ده. انا بدات احس اني بجادل في اللا شيء، فاهمه؟ اللي هو انا بحفر في حفره هي اخرها يوديني مركز الشرطه يرجعوني السجن تاني. موضوع شعري اللي انا من وانا عندي 2 سنين بقصه ده
ليه يا ياسمين عقلك مش موحي ليكي ان اللي عنده سنتين غير قادر على فعل اي شيء؟ عيل عنده سنتين هو لسه بيمشي كده هو اساسا. منين بتحلقي شعرك وانت عندك سنتين يا ياسمين؟ هو انت فاهمه انك عشان انت البيج ياسمين فانت وانت صغيره كنت البيج بيبي ياسمين؟ بشر يعني لي ايه؟ الكوكب البشري ده كله يعني لي ايه؟ ولا اي حاجه. مش ابوكي وامك بشر؟ حلو السؤال، حلو، بس انا حاسس ان ياسمين هتقول لها لا طبعا ابويا وامي كائنات زيي. يعني هو انت فكرك البشر بيخلفوا كائن؟ لا، انا ما يعنيليش في الدنيا غير ابويا وامي، اي حد تاني على وجه الارض ولا يعني لي اي شيء. دول اهلي، انا مش دعوه باهلي، بقول البشر. احيه ده انا كنت بهزر. بتقول لا لا دول اهلي، دول اهلي، انا بتكلم على البشر. دول اهلي، انا مش دعوه باهلي، بقول البشر. يا اخي الفراعنه دول منهم لله والله العظيم. بس اللي انا عايز اقوله لها دلوقتي ان ياما ربنا خلق كل شيء وليه تكوينه، فاهمه؟ الراجل ليه تكوين معين، الست ليها تكوين معين، وبما اننا جبنا سيره التكوين فانا شفت فيديو الواحد من تكوين عايز اوريه لكم. فبنقول هذا الكتاب البخاري، وهذا الشخص البخاري الذي يتحدثون عنه هو شخص كاذب. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. الراجل ده دلوقتي هو من مجموعة تكوين اللي طلعوا لنا فجأة في المقدر وبتاع. انا ما والله ما اعرفه ولا اعرفهم كلهم، انا عارف ديني بتعلمه منين وبسأل في اللي انا عايز اسأله فين. بس المهم ان هو دلوقتي بيقول ان البخاري اللي هو جمع لنا احاديث النبي ووصلها لنا ده راجل كذاب وهيدخل النار، والدليل على انه هيدخل النار ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حلو، مين بقى اللي قال لنا الحديث ده؟ رواه البخاري. اللي هو ودنك منين يا جحا؟ يا اسطى انت دلوقتي بتقول لي ان الراجل ده كذاب والرسول قال كذا كذا. ما هو انا ما روحتش قعدت مع الرسول عليه الصلاه والسلام ولا انت قعدت معاه وعرفت الكلام ده منه. ده اللي قال الكلام ده الراجل اللي انت بتقول لي. فهل انا كذبه لانه راجل كذاب وانت قلت لي انه كذاب، ولا صدقه لان الكلام اللي انت بتستشهد بيه هو اللي قايله لك اصلا؟ فاهم حوار بعيد كده. فاظن دي العقليه اللي طالعه في تكوين واللي هتتعلموا منها الدين لو انتبهتوا لهم او ركزتوا معاهم. فلا يا صاحبي، دينك انت عارف ان في حاجه اسمها الازهر، دينك عارف ان في حاجه اسمها القران واحاديث النبي. اتعلم دينك من ده، فاهم؟ وعلى فكره القران هم بيقولوا ان هم مؤمنين باللي في القران، بس ما هو في القران برضو ربنا قال لي اطيع الله واطيع الرسول. فكلام الرسول ده انا لازم اقتنع بيه لان ربنا قال لي في القران اللي انا مؤمن بيه ان انا لازم اطيع الرسول. فانا والله ما اعرفش هم ايه حكايتهم او ايه موضوعهم، ومش مهتم ومش ههتم، ويا ريت انت كمان ما تهتمش، فاهم؟ يعني لو اهتميت اهتم انك تبين الغلطات اللي زي كده، غير كده تعرف دينك هتعرفه منين. شوف اللي بعده. بقول لك ايه؟ لو حبيبتك تعبانه وبتموت وامك تعبانه وبتموت هتتبرع لمين فيهم؟ وبشرط لو اتبرعت لحبيبتك هتاخد الفلوس دي كلها. دي فلوس؟ فلوس كتير قوي. هتتبرع لمين؟ لا يا عم انا اتبرع لحبيبتي عشان اخد الفلوس دي كلها واجيب الايفون اللي نفسي فيه. بقول لك ايه؟ نعم. لو حبيبتك تعبانه وامك تعبانه تتبرع لمين فيهم؟ بس بشرط لو اتبرعت لحبيبتك تاخد الفلوس دي كلها. لا والله دي فلوس كتير قوي. لا طبعا انا هتبرع لحبيبتي. امي ايه؟ انا هسيب امي تموت. ايوه يا عم، ام الله يرحمها ويسامحها بقى ان هي خلفت اصلا واحد زيي، فاهم؟ تسيبها تموت، دي وليها كبيره وعيانه وبتاع، انما انا هاخد كل الفلوس دي. هو واضح كده ان المبدا هنا مش ان انت عايز امك ولا عايز حبيبتك، هو المبدا ان انت كلب فلوس، فاهم ازاي؟ انت سبت حبيبتك او اتبرعت لحبيبتك عشان هتاخد منها فلوس، وسبت امك عشان ما فيش من وراها فلوس، والاولاني اختار الفلوس عشان الايفون برضه مش عشان حبيبته. فاللي هو ايه؟ لو حبيبتك محتاجه فلوس وامك محتاجه فلوس تتبرع لمين؟ بس بشرط لو اتبرعت لحبيبتك هتاخد الفلوس دي كلها. لا طبعا انا كده اتبرع لامي، ولو كنوز الدنيا برضه اتبرع لامي. الجنه تحت اقدام الامهات. لا يتبرع لامه يعمل لايك واشتراك، ولا يتبرع لحبيبته ما يعملش اي حاجه. اخيرا بقى، اخيرا وصلنا للمهم والمفعول. امي جنة الله يقول، امي علمتني الاصول. واضح ان انا بدل ما اكل الطعميه نسيت وكلت الفول. انهاركوا ازرق انتوا. طب هو بعيدا عن ان فكره الفيديو في الاخر ان انا اقول لك اللي انت سمعته، لا يتبرع لامه يعمل لايك واشتراك، ولا يتبرع لحبيبته ما يعملش اي حاجه. اللي هيختار امه يعمل لايك وفولو، واللي هيختار حبيبته ما يعملش اي حاجه. بعيدا عن دي خالص، فاهم؟ بعيدا عن دي، انا كان ممكن اتبرع لحبيبتي واخد الفلوس دي كلها اتبرع بيها لامي، ما بقت فلوسي بقى خلاص. السوشيال ميديا دي بالنسبه لنا شغل، وبندعو الناس كلها ان هم يعملوا زينا، يشتغلوا على السوشيال ميديا دي. الدخل كويس قوي، بتعمل دخل كويس قوي، بس محتاجه شويه صبر. هتقول انا يعني كل ما اقول لحد يقول لا هي مش محتاجه شويه صبر، هي محتاجه صبر. يقول لي انا اصل انا ما عنديش محتوى.
طب انت ما عندكش محتوى، ابدا. ايوه، يبدا يروح فين؟ يعني هو ما عندوش محتوى، يبدا يروح فين؟ انت كان الاولى لما يقول لك انا ما عنديش محتوى قول له ايه المشكله؟ ما انا كمان ما عنديش محتوى. ابدا، حاول. وبعدين يا جماعه اللي عايز يبدا واحنا ويقول لنا واحنا هنساعده، احنا هنعمل له دعايه. اي حد عايز ابدا واسرتك واعملوا اكل. سيبكم من كلام الناس يقول لك انتوا بتاكلوا. بنعمل اكل. اولا الناس اللي بتهاجم والله لو يعرفوا يعملوا كده لكانوا عملوا، والله لو يعرفوا يعملوا لكانوا عملوا. هوبا، قفشني وعرف الحقيقه. يعني انا مشكلتي يا جدعان صراحه في ان انا بنتقد الناس دي، ان انا مش قادر والله. استنى، ان انا مش عارف اجيب ترابيزه زي دي احطها هنا، واجيب لي سندوتشين طعميه وفول واحطهم هنا واقعد اهو. كل يد يا اياد ما بتاكلش ليه؟ اش يا مريم، مش عاجباك البطاطس يا مريم؟ طب استني يا مريم هجيب لك حاجه تاني. هو انا بنتقدك عشان مش عارف اعمل كده يا حاج احترم سنك عشان احترمني. احترمني عشان احترم لا مؤاخذه يا حاج. طب بصوا يا جدعان، بعيدا عن الهزار، والله انا كل مشكلتي في فيديو زي ده، يعني انت ما شاء الله عندك ولدين، الولدين دول بكره هيبقى كل واحد فيهم راجل ومسؤول وهيفتح بيت. لما انت تكون بتعلمه اللي هو اقعد يد وهات اكل وعبط وهبل وشغل محتوى، انا كده عندي محتوى. العيال ده هتطلع حرفيا فاقده كل حاجه. مش عارف اقول لك فاقده ايه، مفيش حاجه هتكتسبها، هي تفقد كل شيء. ليه؟ ما هو طلع ليه بابا بيجيب الطبليه وبيقعدنا وبياكلنا، فانا بكره هكبر واتجوز واجيب عيالي اقعدهم على الطبليه وناكل، وبكره هيكون حماسها زي سعيد ونوسها زي ابتسام. فهل منطقي ان انا اعلم الواد اقعد يد على الطبليه وهات اكل وكل وصور نفسك انت وعيالك واهل بيتك وعادي بقى بزراميط كده؟ لا يا حاج، خليك كبير يا حاج. حط لايك الاول بعد كده خليك كبير.